السلام عليكم، اهلا وسهلا. شنو احوالكم؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد ودبارة جديدة. كما قاعدين تشوفوا طقس ياسر بارد، الشتاء تصب. قلت الدبارة اليوم لازم تكون كان ماكلة موزوزة وحارة وبنينة. اخترت باش نطيب اللبلابي التونسي. خليكم في الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير متاعو. وما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، وعايشكم على الكومنتات. خفيت رطل الحمص، غسلته بالكدا ونظفته، حطيته في الكوكوت، صبيت عليه الماء باش نخليه دوب ما يسخن الماء شويه باش نفوح الحمص نتاعي ان شاء الله. وهذا اللبلابي كيفاش يتحضر في الدار، هذه اول مرحله. تابعوا الفيديو للاخير باش تعرفوا بقيه المراحل الاخرين. توا بسم الله نبداو باش نفوحوا اللبلابي نتاعنا. خفيت صحفه، حطيت فيها شويه ماء دافي، حطيت الهريسه العربي، حطيت انا زوز مغارف نتاع ماكله قاعدين نشوفوا فيها هريسه عربي، حليتهم في الماء. بعديك باش نصبهم على اللبلابي باش نزيد نفوحوا. باش نحط ملح، باش نحط تابل، باش نحط فلفل زينه، فلفل احمر معناها، ونخليه يغلي الكل مع بعض. ولفاح يعني كعبة الحمص تشرب لفاحة نتاعها، والمرقة تجي بنينة وتجي محرحرة وتجي موزوزة، خير ملي تجيب الحمص نقول أنا في الماء كهو. كما قاعدين تشوفوا هذا الملح، أنا حطيت بريسك 4 مغارف ملح صغيرونين، اما راهو من بعد نجمو نزيدو راهو، خاطر انا لهنا طيبت في كوكوت صغيره، من بعدش نبدل في حاجه ما اكبر باش نزيدها ماء ونزيدها شويه وفاح اخر. هذا من الافاح الاولين اللي باش تجيب بيه اللبلابي متاعنا. ننصحكم تبعوا الفيديو للاخير باش تعرفوا طريقه تحضير اللبلابي، راهي سهله وبسيطه وما ياخذش معناها ما ياخذش برشا، ما يشدش اليد في الكوجينه. حطوا يغلي على روح ويطيب وانت يقضي، واعمل قضيتك الكل، ومن بعديك ارجع تلقى كل شيء حضر طاب، وقص الخبز والحاسب. ما نحرق لكمش المراحل متاع تحضير اللبلابي. شوين وصلنا؟ احنا وصلنا للفاح، قلنا الملح، فلفل زينه، تابل، كركم، وتوا وفلفل اكحل زاده، وتويكا باش نحط الرند متاعي. ولا اله الا محمد رسول الله. حطيت الكمون ما نحطوهوش توا، مثلا نخلوه في اخر مرحله كي سياه هو تاب، نحطوا الكمون متاعنا ونطفوا عليه الغاز، على خاطر الكمون من اللور راهو يسيب المطعم متاعو، يعمل مطعم المراره والكل من الاخر، خاطر ما يحبش برشا يغلي. لهنا حبيت نوريكم الفلفل زين، انا قلت لكم قبيله اللي انا حطيته. تويكا من بعد ما سكرت عليه الكوكوت، حبيت نحل نشوفها سافا الكعبة طابت ولا لا. نلقاها سافا ما شاء الله، هكا مازلت ناقصة شوية كما قاعدين تشوفوا. باش نعاود نسكر عليها الكوكوت ونخليها تزيد تطيب اكثر. كعبة الحمص قد ما تكون طايبة على الاخر، قد ما يعطينا معناها مذاق بنين في الماكله. لهنا زدتها ماء، راهو الماء باش تقعدوا ديما تزيد في الماء. انا تو طيبت في الكوكوت على خاطر باش نطيب كعبه الحمص نتاعي، اما راهو من بعديك باش نبدلها في حاجه ما اكبر باش نزيدها الماء، خاطر احنا الخبز نتاعنا البيت هذاك باش نسقيوه بك الصوص هذيك. انا راهو الكوكوت طيبت باش نطيب كعبه الحمص، اما كي تبدا كعبه الحمص منفخه قبل بليله طيب مره الاولى معناها في الحاجه الكبيره نتاعك. كيما قاعدين تشوفوا كعبه الحمص ما شاء الله طابت بريسك. لبلابي من احسن الماكله التونسيه اللي نحبوها ونتوحشوها، وديما معناها يجي شتاء نقولوا كان نجريو للبلابي ونحبوا اللبلابي احنا التوانسه. تويكا من بعد ما شفتوا الكعبة طابت، بدلت في حاجة ما أكبر وزدتها ماء وزدتها شوية هريسة عربي، وتويكا حطينا لها شوية زيت زيتونة، صبيت لها كويس صغير تاع زيت زيتونة باش نخليها تاخذ غلوة أخرى. ومادام أنا فصصت الخبز،
وتويكا جاتنا اللمسه الاخيره واللي هي مغرفه الكمون. الكمون تخليه ديما في الاخر باش ما يصيبش المراره نتاعو. حطيت الكمون نتاعي وباش نخليها تزيد تاخذ غلوه اخرى. وتويكا باش نمشيو للمرحله الاساسيه واللي هي تفصيص الخبز. الخبز لازم يكون بيت ونقصوه صغيرون، معناها ما نقصوهاش كبيره، نقصو صغير معناها الخبز، بحكم اللي انا ما عنديش خبز طابونه. هو في الشارع كي ناكلو بخبز طابونه، يعطيوك كعيبه ولا شطار كعيبه طابونه وتفصصها. احنا عندي كان الباجيت، عملتها بالباجيت كيما قاعدين تشوفوا. قد ما يجي الخبز صغيره وقد ما خير، وقد ما يكون زاد الخبز بيت قد ما يجي اللبلابي ابان. خذيت الهريسه العربي متاعي، حليتها بشويه ماء هذيك الصوص متاعي، هرست الثوم زاد. انا لهنا عندي راس كبير متاع ثوم، هرسته وحطيت له شويه تابل وباش نضيف له شويه خل. تويكا جينا للمرحله الاساسيه واللي هي تخليط اللبلابي. اول حاجه نحطوا الحمص متاعنا، نحطوا الحمص كما قلت لكم. ما شاء الله خاطر عيله عملت شقاله كبيره. ونسيت ما قلت لكمش على العظم البيض، يعني البيض يكون رايب، العظمه ما تكونش طايبه على الاخر. تو تشوفوها تويكا كي باش نحط. بعد ما حطينا الحمص تويكا بديت نصب في المرقه متاعي. بعد ما نصب المرقه نحطوا الهريسه العربي، الخل كما قلت لكم الثوم حليته بشويه خل. وهذه العظمه شوفوا البيضه كيفاش تكون، يعني لازم تكون قد لا رايبه برشا ولا طايبه. حطيت توا اللفاح متاعي، حطيت تابل شويه ملح زدت، حطيت الكمون، هذه رشه الملح الاخيره، وحطيت الكمون كما قلت لكم تابل. وتوا هذه الرشه متاع الخل وشويه زيت زيتونه. زيت زيتونه راي ولا هريسه وكل اختياري، اللي يحبوا حار برشا واللي كل واحد كيفاش يحب. لهنا نبداو نحركوا بشويه بزوز مغارف كما قاعدين تشوفوا، نبداو نزيدوا في المرقه متاعنا حتى اللي نحسوا اللبلابي متاعنا سيل، الخبز الكل شرب واللفاح والمرقه وكل شيء. ما تنساوش باش تدعمونا باللايك في القناه والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله تكون الدبارة عجبتكم. نعاودوا نرجعوا نحركوا اللبلابي متاعنا. نقعدوا نحركوا في اللبلابي، وكان حسيناه ناقص مرقه نزيدوه الصوص، ونقعدوا نزيدوا بشويه بشويه ونتبعوه حتى يكشي لي نتحصلوا على الشكل النهائي متاعو، ويبدا الخبز الكل شارب المرقه. توا قعدت لنا اللمسه الاخيره اللي هي باش نضيفوا له شويه طن. توا سي معناها وصلنا للمراحل الاخيره بتاع تحضير اللبلابي متاعنا. لهنا حطينا الطن، باش نزيد نعاودوا نعملوا له تحريكه اخرى. كما قلت لكم ان شاء الله تكون الدبارة مفهومه وعرفت نوصل لكم يعني المعلومه. وكما قلت تنسوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع اللمسات الاخيره. اللبلابي متاعنا حضر كما قاعدين تشوفوا. كي نقولوا لبلابي لازمنا نقولوا المالح متاعنا الترشي اللي هو متكون من الزيتون والفريونت وفلفل برلعبيد. هذوما الكل المالح متاعنا احنا التوانسه، كل بلاد عندها المالح متاعها وكل شيء. المهم احنا اللبلابي ما نجموش ناكلوه من غير المالح متاعنا. قد ما نحكي لكم جاب بنين اللبلابي وموزوز
وكعبة الحمص طيبة في حقها. ننصحكم تجربوها، الدبارة سهلة وحاجة نظيفة دياري في الدار، لما حالة راهي متاع الشارع وحدها زادا نتوحشوا ماكلة الشارع. اما بنين 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 على الاخر جاي. اللي يحب اللبلابي حاصل كي نقول بنين يفهم مش معناها بنين. ما بقى لي كان نقول لكم كان الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.